طبعا يا اخواني هنا الاشتراك بين الحج والعمره، يعني حتى هنا لما انهي ال7 اشواط احلق شعري، دلاله على اني انا كل شيء كان يذكرني في ماضي قبل هذه الشعائر العظيمه التي قمت بها. يا رب حتى شعري بدي اقصه، انا بدات مولود جديد، كائن جديد، ولد من جديد. الان سجل لنفسك تاريخ ميلاد جديد، فتحلق شعرك، ثم الآن تتحلل إذا كنت أنت من متمتعا بالعمرة الحج. طبعا العمرة خلاص انتهت عمرة إذا كانت عمرة، وكذلك الحج كذلك إذا كنت متمتعا انتهى، مش الحج انتهت العمرة اللي هو حتتمتع بعدها. حتضلك هناك بعد ما تحلق شعرك وخلص ترجع لحياتك الطبيعية، لأنه أنا بتكلم عن حالنا إحنا في الأردن وأغلب البلاد الإسلامية، يأتون متمتعين بيحلق شعره وبيرجع لحياته الطبيعية، بيكون يوم 2 أو 3 ذو الحجة، 1 ذو الحجة أو قبل، مش مشكلة. المهم إنه إحنا أنهينا الشوط الأول، لسه ما بدأت مراسم الحج يا إخواني، ما بدأت. إحنا نتكلم عن نوع واحد اللي هو المتمتع، أغلبنا يذهب متمتعا. هذه الدروس نرجع إلى ديارنا في مكة، يعني نبقى هناك في مكة، لا ننسى ما فعلناه. إياكم إذا نسينا ولا كأنه يا أبو زيد ما حج زي ما بيقولوها. الآن أنا بدي المعاني اللي حصلتها من إحرامي ومن لباسي لملابس الإحرام، المعاني اللي حصلتها في السعي والطواف وزمزم والركعتين والصبر، كل هذا بده أنا أستذكره. لذلك حتجدوا بالحج يا إخواني كمية هائلة من الوصايا: واذكروا الله، اذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودة، فإذا فطر فاذكروا الله كثيرا، واذكروا الله كما واذكروا كثير ذكر، حتى إنك المعاني اللي حصلتها أن تنغمس في خلاياك ثم تصبح إنسانا آخر. خلصنا الآن المتمتع، نبقى في مكة إلى يوم 9 ذي الحجة. واضح يا إخواني؟ أنا خلصت مثلا يوم 3 ذي الحجة 2 ذي الحجة، خلص بظل بلبس ملابس العادية، بعيش حياتي الطبيعية إلى أن نصل إلى، إحنا مثلا حنتكلم الآن يوم 8 ذي الحجة. تمام؟ الفيديو اللي بعده.